إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بعثه ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن من عظيم منة الله عز وجل على عباده أن هيأ لهم أبوابا من الخير والإحسان تكون دائمة لهم حتى بعد وفاتهم وانقضاء حياتهم. إن أهل القبور هم في قبورهم محبوسون بأعمالهم التي عملوها قبل موتهم، لكن الله تعالى تفضل عليهم إن كانوا قد عملوا أعمالا مخصصة يدوم نفعها وبرها فإنها تجري عليهم حتى بعد موتهم. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: إن من الناس من يموت وتبقى حسناته بعده تعيش 100 و200 سنة يجري عليه في قبره ثوابها، وإن من الناس من يموت وتبقى عليه سيئاته 100 و200 سنة يجري عليه وزرها وجزاؤها. والله جل وعلا بين في كتابه أنه لا يضيع أجر المحسنين، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فيكتب الله عز وجل ما قدموه قبل موتهم من صلاة وصدقة وذكر وبر لوالدين وحج وعمرة إلى غير ذلك، ونكتب ما قدموا، قال وآثارهم، يعني ونكتب آثارهم التي تركوها في الدنيا. فما هي هذه الآثار التي يستطيع العبد أن يعملها اليوم وربما لا يبذل فيها مالا كثيرا أو جهدا، ومع ذلك يجري عليه ثوابها ويدوم له أجرها حتى يلقى الله عز وجل؟ تعالوا نقف على حديث صحيح بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام 7 أنواع يجري على العبد بعد موته الثواب، لعلنا أن نكون ممن يجري عليه ثوابه إذا عملها. روى البزار في مسنده من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 7 يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته، ثم عدهن صلى الله عليه وسلم فقال: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. حديث صحيح. تعالوا أيها الأفاضل نقف على شيء مما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه 7، لعل عاملا منا يعمل بها وهو لا يدري متى يفجأه الموت فيقطع عليه عمره وعمله. قال عليه الصلاة والسلام: من علم علما. وفي حديث آخر بين صلى الله عليه وسلم أنه ليس من شرطك حتى تكون معلما للعلم أن تكون قد حفظت القرآن والكتب الصحاح وأتقنت الفقه والتفسير والحديث، بل مهما بلغت ولو شيئا يسيرا من العلم فأنت ممن علم العلم الذي يستمر له أجره إلى يوم القيامة. كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. القرآن فيه أكثر من 6000 آية، لو أنك بلغت ولو آية واحدة لكنت ممن علم علما. قال: بلغوا عني ولو آية. وفي الحديث الآخر بين عليه الصلاة والسلام فضيلة نقل العلم إلى الآخرين، فقال صلى الله عليه وسلم: فرب ناقل فقه ليس بفقيه ورب ناقل فقه إلى من هو أفقه منه، أو كما قال: بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وأمر ألا تحتقر شيئا تبلغه للآخرين، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ماذا يفعلون؟ ليصلون على معلم الناس الخير. العلم أيها الأفاضل مراتب، أعلاها أن يعلم الإنسان ما يتعلق بصفات الله عز وجل وأسمائه،
فإن شرف العلم بشرف المعلوم. فإذا كان ممن يعلم علم العقيدة فينبه الناس إلى ما يتعلق بأمور الشرك التي انتشرت، سمع أحدا ربما حلف بغير الله تعالى فقال له اتق الله، هذا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ثم ساق له حديثا أو حديثين، فإن لم يكن يحفظهما بين له أن هذا محرم، فصار ذلك الشخص كلما أراد أن يحلف بغير الله تذكر ذلك العلم الذي علمه ذلك الإنسان. فأنت ممن علم علما، وربما أن هذا الرجل علم العلم لزوجته، وعلم هذه المعلومة لأولاده، أو علمها لأبيه وأمه، أو علمها لبني قومه ممن ينتشر عندهم الحلف بغير الله، فكنت أنت ممن يجري لك أجرك في قبرك لأنك علمت علما. أو لو علمته شيئا من الفضائل فقلت له مثلا قال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، قلت له هذا الحديث ثم عمل به هو، وحدث هو أيضا به، حدث به أهله وحدث به ذويه ومن عنده، فكان كلما نقل هذا العلم إلى أحد كان لك مثل أجره. من علم علما بلا شك أنه يجري له ثوابه عند الله عز وجل. فإذا كان الإنسان طلب العلم أكثر وأصبح يعظ الناس أو يلقي عليهم الدروس أو يؤلف الكتب، أو ربما كان ناقلا للعلم وإن لم يكن حاملا له، بمعنى أنه حفظ حديثا معينا أو قرأ شيئا نافعا يتعلق بأمر منتشر عند الناس، معصية أو مخالفة أو خطأ منتشر عند الناس، فقرأ معلومة تتعلق به فكتبها وطبعها ثم علقها في مسجد، فأصبح يقرأها الغادي والرائح، أو إن كان طالبا في الجامعة علقها في بعض الأماكن أو في مدرسته أو في عمله. وإننا لنفرح إذا دخلنا بعض هذه الأماكن من جامعة أو بعض الدوائر الحكومية ثم رأيت معلقة بشكل جميل حسن مكتوب عليها بعض الأحاديث أو بعض التذكير بأسلوب مناسب مختصر، إنك لتسر وتدعو أيضا لهذا الذي قد علقها. هذا بلا شك أنه من تعليم العلم. أو إذا نشر العلم بالوسائل الحديثة اليوم كمن ينشرها من خلال صفحات الإنترنت مثلا، ثم لا يدري أين تبلغ هذه الفائدة التي كتبها. ربما كتبتها أنت هنا وقرأها رجل في استراليا، أو ربما قرأها في أمريكا أو قرأها في أدغال أفريقيا، وكلما قرأ هذه المعلومة أحد كان لك مثل أجره بإذن الله تعالى، وأنت لا تعلم عنه، لكن العليم الخبير جل في علاه يعلم عنه ولا يضيع أجر المحسنين. أو استعمال الجوال في بث هذا العلم، ما يتعلق بالبلوتوث الذي يتناقل، لو كتب بعض النصوص أو بعض الأمور المؤثرة أو بعض المواعظ أو ما شابه ذلك، ثم إذا ذهب إلى مكان عام نشرها بين الناس، فهذا أيضا من تعليم العلم الذي يؤجر عليه الإنسان. المقصود أيها الأحبة الكرام ألا ينصرف الذهن إذا سمعت قوله عليه الصلاة والسلام 7 يجري للعبد بعد موته في قبره أجرهن. من علم علما لا ينصرف ذهنك إلى أن هذا خاص بهيئة كبار العلماء أو بكبار طلبة العلم أو بأئمة المساجد والدعاة، أما أنا فلست واحدا من العلماء ولا واحدا من أئمة المساجد، وبالتالي لا أستطيع أن أفعل شيئا. كلا، كلنا يستطيع أن يعلم ولو شيئا يسيرا ينطبق عليه به هذا الحديث. قال من علم علما، ثم قال أو أجرى نهرا، يعني أقبل إلى شيء من الجداول أو العيون ثم شق لها طريقا حتى تصل إلى مكان ربما كانت بعيدة عنه، فإذا كان الناس يأتون من ذلك المكان ليستقوا من النهر فقد يسر لهم ذلك وسهله عليهم. وهذا أيها الأحبة فيه الأمر بالإحسان إلى كل الخلق، وذلك أن النهر إذا شققته وقربته أنت لا تقربه فقط إلى المسلمين، ربما كان هذا البلد مختلط فيه المسلمون بغيرهم، وفيه شيء من الدواب تأتي وتشرب من هذا النهر، ومنهم من يستعمله للشرب أو للغسل أو للاغتسال، فهذا فيه الأمر بالإحسان المجمل إلى كل الناس. وهذا هو الإسلام. الإسلام أمر أن يكون الإنسان محسنا إلى الجميع، كما قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وكان عليه الصلاة والسلام يحسن إلى الجميع.
يحسن إلى الكبير والصغير، يحسن إلى الغني والفقير، يحسن إلى الرجل والمرأة، يحسن إلى المسلم والكافر، ربما يحسن إلى الصديق وإلى من يعلم منه العداوة، ومع ذلك يحسن إليه ويقابل سيئته بالإحسان. وهذا مما يقرب الناس إلى الخير. قال أو أجرى نهرا، قال أو حفر بئرا، أو حفر بئرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: بينما امرأة بغي من بني إسرائيل تسير إذ أصابها العطش فنزلت إلى بئر وشربت الماء. هذا البئر إما أنه ليس فيه دلو أو ليس فيه حبل، المقصود أن الذي يريد أن يشرب لا بد أن ينزل بنفسه إلى داخل البئر ويشرب. فلما صعدت فإذا كلب يطوف بهذه الركية، يطوف بالبئر، يشم رطوبة الماء ولا يستطيع أن يشرب، وجعل يأكل الثرى من حول البئر بعض الطين من شدة العطش. قالت المرأة البغي، قالت: لقد أصاب هذا الكلب من العطش مثل ما أصابني. ثم نظرت فإذا هي لا تستطيع أن تستخرج له الماء بدلو، فنزلت وملأت خفها بالماء، ثم أرادت أن تصعد فإذا هي تحمل الخف بيد ولا تستطيع أن تصعد بيد واحدة، فعضت على هذا الخف بفمها ثم جعلت تصعد حتى أسقت هذا الكلب. قال عليه الصلاة والسلام: فنظر الله إليها. الله الذي لا تخفى عليه خافية، الله الذي لا يغفل ولا ينام، الله سبحانه وتعالى الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، الله الذي لا يشغله شأن عن شأن ولا تلتبس عنده الحاجات، الله جل وعلا نظر إليها. قال عليه الصلاة والسلام: فغفر لها. غفر لها لأنها أسقت كلبا. فبالله عليك، ما هو ثواب من حفر هذا البئر؟ إذا كان من استقى من هذا البئر غفر له، فما بالك بمن كان السبب الأصلي في وجود هذا البئر فأقبل وحفره. قال أو حفر بئرا. واليوم عن طريق عدد من الجمعيات الخيرية يمكن للإنسان أن يحفر بئرا في عدد من البلدان، وبعضها يكلف بما لا يزيد عن 5000 ريال أو 7000 ريال، وينتفع به عدد كبير من المسلمين. وربما رأيتم في بعض ما ينشر عن أحوال بعض اللاجئين في عدد من البلدان سواء من المسلمين أو من غيرهم، ترون بعض الآلات التي يحركها الأطفال بأيديهم، يرفعونها وينزلونها شيئا يسيرا فيستخرجون به الماء. فهذه آبار حفرت صدقة عليهم، وأنت تراهم يزدحمون لأخذ الماء منها. فمن حفرها كان له أجره، ومثله من وصل الماء إلى الناس، فتبرع مثلا ببرادة لشرب الماء، تبرع بها لمسجد أو وضعها في سوق أو وضعها في مدرسة، أو ربما زار بعض البلدان فرأى جامعة مثلا فقيرة والطلبة لا يكادون يجدون ماء باردا فأعطاهم مبلغا لشراء هذه البرادة. فكل من أسقى الماء له أجر. المقصود من حفر البئر أن يشرب الناس الماء، فإذا وصلت لهم الماء بأي سبيل انطبق عليك هذا الحديث. قال: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا، أو غرس نخلا. والنخل هو سيد النباتات ونفعه عظيم، سواء بثمره الذي يخرج منه أو بليفه الذي يكسوه أو بجذوعه أو بسعفه. النخلة كل شيء فيها نافع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك لما قال: أخبروني عن شجرة من الشجر مثلها كمثل المؤمن، يعني كل شيء فيها نافع، كما أن المؤمن كل شيء فيه نافع، كلامه نافع ونصحه نافع ويده نافعة ورجله نافعة وماله نافع وعقله نافع. فيقول عليه الصلاة والسلام: نبئوني عن شجرة هي كلها نافعة كما أن المؤمن نافع. ثم أخبرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن المقصود بها النخلة. والنخلة ربما تغرسها اليوم ولا يظهر ثمرها إلا بعد 4 سنين أو 5 أو تزيد على ذلك، ومع ذلك أنت تؤجر. كل من أكل منها من طير أو من بشر أو من حيوان أو من غني أو فقير، كل من أكل من ذلك فلك مثل أجره بإذن الله. قال: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا. والكلام على فضل بناء المساجد لا يحتاج إلى تطويل كلام،
فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، وبنى المسجد صلى الله عليه وسلم بنفسه مع أصحابه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا كما في الصحيح: من بنى لله مسجدا. وهذا الحديث ينبه إلى أنه ليس شرطا أن يكون مسجدا واسع الأطراف جميل البناء له مرافق كثيرة، وإنما موضع مناسب ليصلي فيه الناس. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. مفحص القطاه، القطا نوع من الطير، إذا أراد أن يبيض أقبل وحفر في الأرض شيئا يسيرا وباض فيه، فحص في الأرض ثم باض. فيقول عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، يعني مسجد صغير غير مكلف غير متكلف فيه، بنى الله له مثله في الجنة، أو قال: بنى الله له بيتا في الجنة. فلا تحتقرن شيئا. وهناك عدد من المساجد إذا لم تستطع أن تبنيها فانفع المسجد بما تستطيع، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة في صحيح مسلم لما ذكر لها المسجد الأقصى، قال: فإن استطعت أن ترسلي إليه بزيت، يعني لتشعل فيه السرج هناك، إن استطعت أن ترسلي إليه بزيت، أو قال بطيب أو ما شابه ذلك. بين عليه الصلاة والسلام أنه ليس شرطا أن تشارك في بناء المسجد، إنما تشارك ولو بشيء مما يسير به أمر المسجد من إسراجه أو طيبه أو تنظيفه أو ما شابه ذلك. فإذا بنى المرء مسجدا حقيقيا سواء في بلده أو في بلد خارجي، وحرص على أن يكون مسجدا مناسبا ولم يتكلف كثيرا في بنائه بكثرة تزويقه وتحميره وتصفيره، فإنه بذلك يؤجر. أو بنى مسجدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أو ورث مصحفا، وهي سادسها. قال: أو ورث مصحفا، وذلك إما بطباعة المصاحف، وهذا ليس شيئا صعبا. الآن لو تذهب إلى بعض البلدان، مثلا ذهبت إلى المطابع المشهورة في مصر أو المشهورة في لبنان أو ما شابه ذلك، مما يكون الطباعة عندهم فيها شيء من القلة في السعر، فجئت إليهم وأعطيتهم مصحفا، قلت: أنا أريد أن أطبع من هذا المصحف مثلا 1000 نسخة. بعض المصاحف لا يكلف مثل المصاحف الموجودة في المسجد اليوم، لو أردت أن تطبعها هناك لا تكلف إلا 4 ريالات وشيء يسير، ولو كان المصحف أقل كلف عليك 1 20 هللة أو ما شابه ذلك. فيصبح هذه 1000 مصحف لا تكلف إلا 5000 ريال أو أقل من ذلك، إذا كان حسب جودة الورق والتجريد وما شابه. فلو أن الإنسان فعل ذلك، بعض من يسافر مثلا إلى مصر، يسافر إلى لبنان، يسافر إلى بعض البلدان، أو اشترى مصاحف، قال: أنا أريد أن أشتري مثلا 1000 مصحف ووزعها في بعض المساجد مثلا، أو جاء بهذا المصحف حتى لو كان هنا في بلدنا وأخذ هذه 4 مصاحف أو 5، دخل إلى البقالة وسأل العامل: أنت وقت الفراغ لماذا لا تقرأ قرآن؟ تفضل، هذا مصحف هدية. وذهب مثلا إلى المستوصف فرأى صالة الانتظار فوضع فيها مصحفا مثلا، أو كان في أي مكان في مساجد المحطات أثناء الطرق وقف ليصلي في مسجد محطة فوضع فيه مصحفا. في الغالب أن المصاحف تحفظ أكثر من غيرها، فلو أنه وزع كتبا ربما تناقلته الأيدي وحمل مرة بالسيارة، ومرة وقع عند الرجلين، ومرة حمله طفل، ومرة امرأة، فربما تلف الكتاب. أما المصحف فجرت عادة المسلمين أنهم يكرمونه ويحافظون عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: أو ورث مصحفا. ما أجمل لو سافر الإنسان إلى بعض البلدان يحمل معه في حقيبته 4 مصاحف 5 مصاحف، أحيانا تركب الطائرة ويكون الطائرة بقي عليها 2 ساعات للوصول، فأهديته إلى من بجانبك فقرأ منه. هناك بعض المصاحف تباع ب4 ريالات و5 ريالات، موجودة أيضا في بلادنا، يمكن للإنسان أن يورثها وأن ينطبق عليه هذا الحديث. قال: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا صالحا يدعو له بعد موته. كلام على الولد الصالح ودعائه لأبيه يحتاج إلى تفصيل وتأمل، لعلنا نذكره إن شاء الله في الخطبة الثانية.
أقول ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ختم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: أو ترك ولدا صالحا يدعو له. كيف يكون الطريق إلى هذا الولد الصالح؟ قال الله عز وجل لما ذكر قصة موسى مع الخضر، وكيف أن الخضر عليه السلام رأى جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، نحن في قرية استطعمنا أهلها فلم يطعمونا فنحن جائعان، فهذا الجدار الذي أصلحته بالمجان لو شئت لبحثت عن صاحبه فقلت له: أعط لي أجرتي على إصلاح لجدارك. ثم بين له الخضر بعد ذلك لماذا أصلح هذا الجدار، ومن هو مالك هذا الجدار، وما السبب الذي دفعه لإصلاح الجدار. قال بعد ذلك: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. هذا أمر طبيعي، كثير من هذه الجدران وهذه البساتين تكون لغلمان ويكونون أيتام، وفي الغالب أنهم ليسوا فقراء لأنهم يملكون جدارا على بستان وبالتالي عندهم شيء من المال. قال: وكان تحته كنز لهما، تحته مال مخبأ. طيب، هذا أمر طبيعي، وقد كان هذا فعلهم، يخبئون الأموال في باطن الأرض. لكن ما الذي دفعك أيها الخضر لأجل أن تبذل هذا المعروف؟ قال: وكان أبوهما صالحا. قال ابن كثير: كان جدهما السابع صالحا، فلا زال الصلاح في ذريته حتى وصل إلى هذين الغلامين. انظر كيف يسوق الله تعالى الخير إلى الذرية بصلاح الآباء أو صلاح الأمهات أو الأجداد. وكان أبوهما صالحا، إذا كان الأب صالحا تأثر بذلك أولاده. الولد الذي يرى أباه يصلي في البيت السنن، كما قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وبين في الحديث الآخر أن صلاة المرء في بيته للنافلة تفضل على صلاتها في المسجد كفضل صلاة المفروضة في المسجد على صلاتها في البيت. فصار الأبناء منذ صغرهم يرون أباهم يصلي الضحى، يصلي سنة الظهر، يصلي سنة المغرب أمامهم، يسمعون الذكر منه، يأخذهم إلى المسجد، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإذا رأى الأبناء ذلك من صغرهم بدأت هذه الأمور تنزرع في أجوافهم وفي قلوبهم تنطبع، حتى لو مرت بهم شهوة من الشهوات وضلوا الطريق فترة من الفترات إلا أن الفطرة لا تزال سليمة، فلا يزال حتى لو غوى بشيء من الشهوة لا يزال هو حري أن يرجع إلى الحق لأن فطرته سليمة. إذن صلاح الأب. الأمر الثاني: الدعاء للولد في حياتك: وأصلح لي في ذريتي. نحن ربما ندعو لأنفسنا، ندعو بالمغفرة، ندعو لوالدينا، نرى أولادنا أمامنا فننسى أن ندعو الله تعالى أن يحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتن بالنظر، الفتن بالصحبة وغير ذلك. ادعو دائما لأولادك أن يصلحهم الله، فإن كانوا صالحين اسأل الله تعالى أن يثبتهم على صلاحهم. إذا كان إبراهيم عليه السلام يبني البيت الحرام بأمر الملك العلام ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان أنت يا إبراهيم عليه السلام رأس الموحدين وابنك إسماعيل معك يبني، ومع ذلك تقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم، إنه الدعاء للنفس وللأولاد بالصلاح والثبات على الصلاح. لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان أكثر دعاءه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل أن ندعو لآبائنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وفي هذا الحديث بين صلى الله عليه وآله وسلم أنه مما يجري لك به الثواب أن يكون أولادك يدعون لك. أيضا وفي الترمذي وغيره الحديث الصحيح
قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرفع درجة العبد في الجنة فيقول: يا ربي لما رفعت درجتي وما عندي عمل؟ فيقول الله: هذه الرفعة هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك، هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. أخيرا أيها الأحبة الكرام، جمع بعض العلماء الأجور أو الأعمال التي يبقى ثوابها للعبد حتى بعد موته، جمعها في 4 أبيات فقال: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير 10، علوم بثها ودعاء نخل، ودعاء أن يدعو له من بعده، والنخل أن يغرسه. قال: علوم بثها ودعاء نجل يعني الولد، وغرس النخل والصدقات تجري. علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري. وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر. وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكري. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يحرصون على العمل الصالح، وأسأل الله أن يتقبله منا، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص له وحده لا شريك له. أسأل الله أن يجعلنا ممن يجري لهم ثوابهم بعد موتهم. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين عامة وولي أمرنا خاصة لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اللهم أصلح لهم بطانتهم واكفهم بطانة السوء يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.